السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع بخير يا رب. معلش احنا حبينا نطلع بس نمسي على السيسي يعني. اليومين دول بنحب نطلع له كل يوم، بحيث ان احنا نقول له نفسك في ايه قبل ما نودعك. فجايب له مقطع كده تهديد، يعني بيهددنا. اسمع بس كده، اسمعوا يا رجالة. والله لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يا نوقف ونبقى بدولة مظبوط، يا سيب مكاني وامشي من هنا، يا سيب مكاني وامشي من هنا، سقفوا له. ويبقى اي حد تاني جاي يتولى البلد ديت. عبد الفتاح السيسي بيهددنا تهديد، بيهدد الشعب المصري تهديد صريح. طب انت قاعد كده عبد الفتاح السيسي ماسك الميكروفون بتاعك، والناس دي كلها قاعدة وراك، وبتكلم مين؟ بتكلم مين؟ انت بتهددنا؟ ده تهديد صريح علني يعني. ده انت فاجر. بس احنا هنوريك الفجر بيبقى ازاي، هنعلمه لك احنا. لان انت فاجر واهبل، الاتنين مع بعض. طيب انت هتنزل الجيش والدبابات وكرة وتبيد وتعمل انت اللي انت بتهددنا بيه ده سلاحنا احنا اصحاب السلاح ده. واللي بيستخدموا السلاح دول ولادنا اخواتنا ومننا. يعني انت قسمت البلد احزاب، كل حزب لوحده. الغلابة في الزبالة، الطبقة اللي هي يعني متحركة شوية ما تقدر تاخد منهم فلوس في ناحية. فرز البلد زي اللي بيفرز بلاستيك، ومخلاه احزاب ومفرق الشعب من بعضه. اولا عبد الفتاح السيسي، الدبابات والحاجات اللي انت بتتكلم عنها دي وبتهددنا بيها دي بتاعتنا احنا اصحابها. انت عارف الست اللي بتمشي في السوق معاها 20 جنيه بتدور على حاجة تشتريها شروة عشان تعرف تجيب اللي هي عاوزاه يعني. حبتين طماطم ولا حاجة ليها في السلاح اللي انت عايز تبعته ده. والله العظيم. شوف لحد فين. لو انت انسان وعندك انسانية، لو انت انسان وعندك انسانية كنت بصيت بعينك على الست اللي انا كلمتك عنها دلوقتي. انما انت مجرم. مجرم. والله العظيم انت راجل مجرم ودكتاتور كبير. انا طالع اقول لك بس نفسك في ايه قبل ما، عشان هتوحشنا. انت بتقول انزل وابيد واعمل واسوي. طب انت تعرف دلوقتي ان في جريمة قتل في الصعيد، وطلع 4 عربيات شرطة مدرعة راحوا مكان موقع الحادث، واهل البلد اهل المشكلة وقفوا الحكومة بره ورجعوهم. قال لهم احنا ما عندناش ثقة فيك واحنا هنتصرف. رجعوهم من اول البلد. ما عندهمش ثقة فيهم. واحد تاني قتل 2 اخوات. واحد قتل 2 اخوات. الحكومة خدته راح على اسم الشرطة، وبعديها على الكويت. طب طلع راح الكويت ازاي وده راجل قاتل 2؟ اخو الاتنين دول طلع في فيديو، انا ممكن اوريه لكم دلوقتي، ما بقولش كلام من عندي. طلع في فيديو بيتكلم بيقول ازاي واحد قاتل 2 وفي الكويت. قال له خليك في الكويت. يعني معنى كده لو جيت هناخد طرنا. ما عندوش ثقة في الحكومة. عبد الفتاح السيسي، انت لما بقول لك انت مجرم وشادد ستارة سودا على الناس وعلى الشعب ومالكش دعوة بحاجة، وانسان جلدك تخين، اه، ابقى صدق. ابقى صدق عبد الفتاح السيسي. انت عمال تشخط فينا وعمال تهددنا. ده سلاحنا. ده سلاحنا. واللي راكبين الدبابات دول بتوعنا برضو. احنا اصحاب كل حاجة. انت قزم، ديكتاتور، مالكش اي لازمة. طيب انا هسألك سؤال عبد الفتاح السيسي، سؤال من واحد بسيط زي حالتي كده لواحد اقل منه زيك. بس هي مش بالفلوس ولا بالقوة ولا بالدكتاتورية ولا لا يا عبد الفتاح السيسي، بالإنسانية. ودي حاجة انت مالكش دعوة بيها. منتزع الشخصية والإنسانية والكرامة انت.
هسألك سؤال قبل ما توحشنا. إذا رديت على السؤال ده عبد الفتاح السيسي قدام مصر كلها، إذا رديت على السؤال ده إحنا هنعملك ملك على مصر، هنخليك ملك مش رئيس، وهتبقى من بلحة لعنتر بن شداد، وهنسميك الملك عبد الفتاح السيسي لو رديت على السؤال ده. ها؟ أنت تعرف إن الهرم ارتفاعه 149 متر و4 من 10؟ الهرم المصري بتاعنا، تعرف كده ان هو ارتفاعه 149 متر و4 من 10؟ طيب تعرف المسافة بين الأرض وبين الشمس؟ 149 مليون كيلو و4 من 10، نفس ارتفاع الهرم. انت معايا؟ فاهم اللغز؟ هرم ارتفاعه 149 متر و4 من 10، والمسافة بين الشمس وبين الأرض 149 مليون كيلو و4 من 10، نفس الرقم بتاع الهرم. طب ازاي بقى الناس ديت عرفوا المسافة دي ازاي؟ ها؟ عملوا المسافة دي ازاي؟ ازاي عرفوا ان دي 149 مليون كيلو و4 من 10، وعلى هذا الأساس رفعوا الهرم نفس الرقم بالظبط، ده بالمتر وده انت كرئيس جمهورية زي مصر رد على السؤال ده. اذا رديت على السؤال ده وعرفت اللغز بتاعه انت هتبقى ملك عبد الفتاح السيسي. بس اقول لك على حاجة، انت دماغك ما توديكش لسؤال زي ده نهائي، انت قزم قزم. جمهورية مصر العربية مش على مقاسك عبد الفتاح السيسي، انت مقاسك حاجة تانية. والله العظيم انا بكلمك بكلام بمنتهى الصراحة. بص بقى، ولا بكلمك في ثورة ولا في، لا، انا طالع كده بقول لك هتوحشنا، والله هتوحشنا. الناس بص، شوف الناس قرفانة من احمد موسى ازاي، الناس قرفانة منك اكتر من احمد موسى. شوف لما بديك وجه مقارنة مع احمد موسى، يعني انت في المرتبة اللي هي محدش طايقك، محدش متحملك، اسمك انت عايش في وهم، عايش في وهم. والعصابة اللي حواليك اللي بتحميك معيشينك في وهم، ومعيشينك في اجواء، واخد بالك؟ وده كله حلم عبد الفتاح السيسي. بس هيجي وقت كده تلاقينا بنصحيك وانت نام على سريرك علشان تقوم تحكي لنا الحلم. افهم الكلام عبد الفتاح السيسي، انت عارف ان في دعوات لثورات، وعارف كل حاجة وشايف كل حاجة، وشايف الناس بتلطم من صعوبة المعيشة، وشايف 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 وشايف، عمال تتمنظر قدام الدنيا كلها، تركب لي طيارات بمليارات، وقصور بمليارات، وحراسات بمليارات، والحتة اللي على مزاجك تبيعها للإمارات والسعودية. ها؟ ومقضيها في لا، انا بقول لك كل ده باطل، لا امارات ولا سعوديه ولا حد اللي عندنا حاجه باذن الله، لان لو ما جاش راجل صح يمسك مصر ويرجع حقوقها ويراعي الغلبان قبل اي شيء، يبقى مش هيلزم. هتوحشنا يا عبد الفتاح السيسي. هرد بقى على تعليق بتاع شخص محترم، انا بيعجبني الناس اللي هي ايه بتقول افكارها كده حتى لو هو بيغلط فيا، بس انا بتعلم منه. واحد بيقول لي اللهم صل على النبي، آه راجل محترم بيقول لي انت ازاي بتطالب بالحكومة ان هي آه ترحل المهاجرين اللي عندنا السوريين وده 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 وده؟ لا، انا ما بطالبش بكده بالظبط، انا بقول احنا دولتنا دولة على قد حالها. هي مش على قد حالها ان هم يعني، لا، احنا دولة اعظم دولة في الدنيا واغنى دولة في الدنيا، لكن هي على قد حالها مع النظام اللي ماسكها، الناس تعبانة. فهنا انت لما بتجيب لي من السودان، وتجيب لي من العراق، وتجيب لي من اليمن، وتجيب لي من سوريا، وتجيب لي افارقة على ده على ده على ده، في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي دوت،
ما ينفعش، انت كده عايز تضعفني اكتر ما انا ضعيف. دي كده سياسة ان انت بتضعفني. ماشي. هنا بيبقى في قوانين مظبوطة. انا الراجل لا دارس قانون ولا اي حاجة، الراجل بتاع بوهية بدهن بوهية. البوهية اهي على البروفل، بكلمك وانا جاي هدوم شغل. لا دارس اقتصاد ولا دارس ولا عامل ولا اي حاجة، بس ربنا عرفوه بالعقل. مش كده؟ انت لما تيجي تجيب لي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا تعبي لي في البلد، لا، في قوانين المفروض تحط قوانين لكده. انت بتدي اقامة في مصر زي اي دولة محترمة بتعمل وبتحترم شعبها، بتدي اقامة للي عنده ورق بيثبت انه عنده قضية مطلوب فيها، مظلوم فيها في بلده، وهو هربان عليه حكم 5 سنين 3 سنين في قضية وصل، في قضية حاجة بعيدة عن الدم. انت حضرتك بتديله اقامة وبيمضي على ورقة ان وقت ما يكون الوضع امن في بلده بيبقى في عودة، وبيمضي على كده. والمهاجر ده اللي انت بتوافق عليه ده قانونا وشرعا ويستحق الإقامة، اللي انت بتوافق عليه ده انت حضرتك ما بتصرفش عليه جنيه من الدولة ولا بتيجي ناحية المواطن. انت حضرتك بتاخد دعم أوروبي وأمريكي عليه، مش من جيبك ولا من جيب الشعب. انت بقى بتاخد اللي بيجيلك من أوروبا وبتاخد من الشعب. فأنا بقول لك، انت دلوقتي انا عندي حرب في مصر، لا قدر الله مش هتحصل ولا عمرنا هنحارب حد باذن الله، ولا عاوزينها ولا بنتمناها ان شاء الله. ومحدش يقول لي غزه واسرائيل، انا ماليش دعوه باي حاجه خارج حدود بلدي. انا عندي مصيبه داخل بلدي محتاج احلها وناسها تفوق. انا محتاج احل المصيبه اللي جوه بلدي. محدش يقول لي كاني محدش يطلعنا من الحدود، خلونا داخل حدودنا. انا هطلع احكي عن اسرائيل وعن غزة، احنا زي غزة بالظبط دلوقتي. احنا زي ما غزة فيها ناس بتدور على اكل وشرب، احنا عندنا نفس الموضوع. خلينا في البلوى بتاعتنا الاول، وبعدين لما نقدر نساعد حد انسانيا هنقدر. حضرتك في قانون يعني القاصر، الشخص القاصر، الحرمة اللي معاها أطفال دول بيستنوا. أما الناس اللي هي ملهاش لازمة كلها، اللي هي بتيجي من بلادها معلهمش أي خطورة في المكان اللي هم فيه، هم جايين على حس الحرب وخلاص أو على حس مشكلة، بيركبوا المتروهات. أنا شفت فيديوهات في المترو ل3 حريم مصريين معاهم ولادهم في المترو، و3 4 حريم أفارقة من اللي انتوا بتقولوا عليهم دول، بالشنط الكتف اللي هي الحريمي ديت، لافين الشنط على ايديهم ونازلين في ال3 حريم، جايين من وظيفتهم مروحين ولا جايين من السوق ولا الله اعلم. المهم ان هم اصحاب القطر واصحاب البلد، واللي بيضربوهم هم ضيوف عندهم. تيجي انت حضرتك جاي تقول لي تجنيس واقامه دائمه وممنوع العوده لبلدك؟ ازاي ممنوع العوده لبلده؟ في اي دولة في العالم بتقول للاجئ بتاعها ممنوع ترجع بلدك؟ مفيش حاجة اسمها ممنوع، في حاجة اسمها وقت ما الوضع يكون امن ترجع. ما هو الشعب المصري دوت مش هيشيلك وهيشيل قرفك بحكومتك يا سيسي. يعني احنا كفاية مستحملينك يا عبد الفتاح السيسي. اولا عايز اقول لك على حاجة، كل الناس اللي موجودة في مصر مهاجرين دول اخواتنا وكل حاجة، لان الراجل بيقول لي في التعليق انت مش خايف على اخواتنا هتخاف علينا؟ لا، الوضع مش كده، ما تحسبهاش كده. انت ما تحسبهاش كده، ده حسبتك غلط. هم كلهم اخواتنا وكل حاجة، بس الشخص السيء اللي معلوش خطورة في بلده يرجع بلده. اما حرمة معاها اطفال او واحدة قاصر او عيل قاصر او واحد مريض او كده، دي استثناء، دي حاجات تانية. بياخدوا اقامات مؤقتة لوقت الوضع ما يكون امن في بلده بيرجع، مش توطين وتجنيس وإقامة دائمة انت كده انت رايح بينا فين؟ فين السيستم وفين الأمن وفين النظام فين يا عم الحاج؟ انت بتحط قوانين بمزاجك غصب عن الشعب كله؟ لا،
انت لازم يبقى في برلمان يعرض علينا بلاويكوا السودا، نوافق عليها ولا ما نوافقش عليها، ولا انتوا ايامكم سودا، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا خلاص على، انتوا دلوقتي على حافة الهاوية. انتوا دلوقتي بتتمرجحوا واحنا جايين لكم في الطريق. وزي ما قلت لك عبد الفتاح السيسي، هنتلاقينا جنبك بنصحيك من النوم بنقول لك قوم احكي لنا على الحلم. طبعا حبيبنا اللي ما نقدرش ننساه في كل الموضوع، وهو في بالنا وفي خيالنا وفي قلبنا وما بيفارقناش، الأستاذ أحمد موسى. طبعا أحمد يا موسى إن ده ليك خاص نص. جهز نفسك يا أحمد يا موسى، جهز أوراقك اللي هنطلبها منك في المحاكمة، وجهز دنيتك ده علشان شوف هترد علينا تقول لنا إيه. وترد علينا تقول لنا كل ورقة في الورق اللي أنت منظمه على مزاجك ده مصدرها إيه، وفين محتويات الورقة ديت ومصدره إيه. والموظف بتاع الضرايب اللي انت بتروح تدفع له ضرايب، قبل ما تروح تدفع له الضريبة يا احمد يا موسى بيوم، بتبقى عنده في البيت قبلها بيوم بالشنطة. ها، فاهمني طبعا يا احمد يا موسى؟ تديله الشاي بتاعه جوه ظرف، رابطة كده دولار ولا حاجة، فيها 100,000 دولار ولا حاجة. تروح له انت معاك المفروض تدفع ضرايب على 100 مليون، هو بيخليهم بس انت مفيش غير 2 مليون. الموظف ده برضو الورق بتاعه جهزه لنا ليه؟ لان احنا عايزين نغسل البلد من العار والحاجات اللي فيها ديت. واحد بيقول لي السيسي هو الامر الناهي، هو المسؤول عن كل حاجة. لا، مش هو بس. كل اللي انتهز الفرصة في عهد الدكتاتور دوت وزور واختلس وسرق في دم الغلابة، اصل الغلابة لازم حقهم يرجع. يا اخي بص، الغلابه دول لو احنا هنموت عشانهم لازم حقهم يرجع. انت كسرت الناس وخليتهم باكوا يا راجل. احنا بقى هنكسر قلبك وهنحاكمك وهناخد منك كل حاجه. انت هتروح فين في حسن مبارك؟ انت هتروح فين في حسن مبارك؟ شفت حسن مبارك وعملنا فيه ايه؟ بس احنا استرقفنا بحالة مبارك وطلع بره القفص وبتاع، كبير في العمر وهو بيستاهل. ان هو ما يستاهلش ان هو يخش القفص، لان ده راجل احنا كلنا عارفين حسني مبارك ده كان ايه وعمل ايه. والدنيا دي مش واحد قزم جاي من الصحراء ببيادة مقطوعة من قدام ولابس بروفة من الوكالة وجاي عمال يقطع في مصر ويبيع لابن سلمان ويبيع لزيد والعبيد ومسرح الوزراء على الدول يشحتوا منها فلوس في حاجات اوهام. وجاي انت تدفعنا وتنشف دمنا. وانتوا بسم الله ما شاء الله بيوت فارهة على البحر بقصور بحراسات. حتى الناس اللي بتحرسكوا في بيوتكوا من جيب الغلابة ومن جيوبنا ومن دمنا يا ولاد الكلب. بس كل ده هيطلع على جتتكم. واحد بيقول لي انت اخواني ولا انت تبع حزب ايه؟ اقول لك حبيبي انا ولا تبع حزب ولا اخوان. وطبعا دي حتة يعني موضوع ان انا مش اخوان ده، حتى الحكومة اللي بتسمعني دلوقتي عارفة ان انا مش اخواني. الحكومة اللي بكلمها دلوقتي هرسين عظمي وفرمينه وعارفين انا فصيلة دم ايه. عشان تبقى عارف في مصر انا اتعصرت في مصر، وفي تفاصيل مش ما احبش احكيها، بس انا في مصر ما الحكومة ما خلتش انا يعني ما عنديش حاجة. الحكومة أنا عارفة إن اللي بيكلمهم ده ولا إخواني ولا بينتمي لأي حاجة من الحاجات. لأ، أنا بنتمي بس إيه لحزب، حزب نفسي، حزب الحرية والعدالة والكرامة، اللي الحكومة والسياسة المصرية بعزقتها في الأرض. ما خلتش للمصري ليه لازمة لا بره ولا جوه ولا في أي مكان. المصري اللي هو أقدم بني آدم على الأرض. ده انا لسه من شويه بقول لك عبد الفتاح السيسي رد على السؤال ده واحنا نخليك ملك. ارتفاع الهرم 149 متر و4 من عشرة، والارتفاع بين الشمس وبين الارض 149 مليون كيلو و4 من عشرة، نفس الرقم بتاع الهرم.
حل لي اللغز ده ورد علينا، الله يبارك، الله لا يبارك لك. اي والله. يا قزم، انت تعرف حاجه عن مصر اصلا؟ بذمتك تعرف حاجه عن مصر؟ مش بقول لك انت هتوحشنا قريب وانت خايف ومرعوب وشايف وفاهم كل حاجه، بس انت بيتهيألك ان انت مأمن نفسك، حاطط حواليك جيش، كل الجيش اللي حواليك ده بتاعنا، والسلاح اللي معاه بتاعنا. انت موظف، لازم اللي بيحرسوك يسلموك. علشان كده نقول احنا عندنا رجاله بتحمينا فعلا، ودول ولادنا. وما بيحموش دكتاتور قطع البلد والكلام ده. علشان ناخد بلدنا سليمه، بتمناها ناخد البلد سليمه، بتمناها. ما تجبرناش يا عبد الفتاح السيسي ان احنا ناخد البلد بطريقه نرجع تكلفنا فلوس تاني. هي لو هتكلفنا انت لو اجبرتنا على كده هنكلف، مش مشكله، بس بالله عليك ما تجبرناش على كده. الناس اللي بتحرسك دي كلها ولادنا، ولاد مصر، ولادنا وولاد مصر. وانا بقول لكم الراجل ده يا جماعه، الراجل ده لازم يتحاكم ولازم يتسلم. على تقطيعه في مصر، وعلى تجويع الغلابة وإضعافهم، على الإعلام اللي بيطلع، كل الإعلام وشغله ونشاطه إن هو طالع يطالب الغلبان اللي مش عارف يشتري كيلو قوطة، بيطالبوا بالجوع أكتر. ما شفناش الإعلام طالع يقول للي عندهم فلوس أو أصحاب ثروات جوع وتقشف. ما شفناش. كلهم بيتهربوا من الضرايب وعندهم فلوس وعندهم كل. الكلام كله مع الغلبان. لا، قبل اي حاجه لازم، قبل اي حاجه لازم الغلبان يترضى، قبل اي حاجه. كفايه على الغلابه لحد كده قوي 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 قوي. لان يا عبد الفتاح يا سيسي، الشعب المصري مش هو اللي انت بتجيبه ويقعد وراك ويسقف لك وفي واحد قاعد جنبك، ده الراجل ده ملازمك في كل مكان. الكلام اللي انت بتقوله هو اللي بيمليك. يا عم احنا مش عاوزين رئيس فيك، يا عم احنا عايزين واحد حقيقي، شخص يليق على جمهورية مصر العربية. شعب واحد جاي يحافظ على شعب، على أمة، على كرامة، على عزوة، على عزة، على أرض، على موارد، استثمر كل حاجة فيها. مش واحد جاي يدمرها، جاي معاه أجندة. وهو ده اللي انت بتعمله، ده شغل واحد جاي معاه أجندة. ليه؟ لأن اللي انت بتعمله ده ممنهج، ماشي بسيستم معين، أجندة. أنا بقول لك في وشك، انت جاي بتنفذ أجندة هنا. ده شغل اجندات، ده عبد الفتاح السيسي. انا بقول للوزراء واحد واحد، جهزوا اوراقكم، جهزوا اوراقكم، وجهزوا الحاجات اللي تثبت الملكيات اللي عندكم ومصدرها ايه، عشان نشوف هنتحاسب مع بعض ازاي، ونعرف انت شايل ايه بره. ليه؟ لان انت اذا جبت الحاجات اللي بره، اتعافى عنك وقعدت في بلدك وتاخد قصر من اللي انت سرقتهم، هنديك قصر تقعد فيه انت واسرتك باحترامك جوه البلد. اما هربتهم بره، ذهب، اثار، فلوس، دولار، غيره، سقطت البلد وهربت حاجاتك بره، لا انت هتتحط في العنبوكه، مش هتطلع، ومحدش هيحترمك، وعقاراتك اللي بره هتتاخد تشتغل لحساب الغلابه. انما لو انت راجل محترم ورجعت نفسك، جبت المسروقات اللي بره رجعتها. انا بكلم الوزراء كلهم والاذرع اللي في الوزارات كمان. ما هو كل موظفين اتنين تلاتة شغالين مع وزير، شغالين مع بتاع، كل واحد فيهم بيخلص لناس من الأهالي اللي عندهم فلوس، بيخلص لهم صفقات مشبوهة وحاجات غير قانونية على حس إن ده شغال مع وزير بالتليفونات. كل ده سرطان فساد متوغل في المؤسسات. احنا مش عاوز، احنا عاوزين نغسل البلد. عبد الفتاح السيسي، انت جرثومة، جرثومة كبيرة، انت جرثومة كبيرة. انت لازم تتحاكم بسرعة او تسلم لنا البلد باحترام ونتحاسب مع بعض بهدوء. الناس اللي، الناس اللي عند الراجل الضابط المقنع اللي بتكلمني بتقول لي
احنا كده كنا بنحبك وبعدين هنفقد الثقة فيك ومش عارف ايه. كل ده علشان بقول يا جماعة مش عاوزين نبدأ بالفوضى. ليه؟ لأن احنا واقفين على أرض بتاعتنا، واحنا أصحاب الحق وأصحاب الأرض ديت بتاعتنا. مش عايزين نبدأ بالفوضى، بس ننزل بقوة ناعمة. لو حد اعتدى علينا يبقى هو عايز كده نحاسبه. ما نبدأش بالعنف، ما نبدأش بأي حاجة. إن هي احنا أصحاب حق، ما ينفعش أبقى صاحب حق وأروح أهرجل علشان انا اعرف اجيب التخين فيهم يتفاوض معايا ويشوف طلباتي ايه، وما اسيبش الشارع الا لما تتنفذ. والثوره لها شروط ولها كل حاجه. الضابط المقنع انا مأيده في كل حاجه، بس انا بحكي في حكايه ان انت تضلم البلد وتعمل تلاكسات ديت. ممكن اللي عايزين يهربوا بياخدوا فرصه في موقف زي ده. احنا عايزينها على الهادي بس بالقوه، نسيطر على كل حاجه بالقوه وفي عز النهار. انما الليل وتلاكسات وتعتيم اجواء وكلام من ده، ويحصل فوضى ويحصل مش عارف ايه. احنا عايزين نحاسبهم على روقان بس بالعافيه. محدش يحسبها غلط ان انا بقول لك على الهادي. هما واحد يرد عليا يقول لي لا ده لازم بالعافيه. لا انا ما، احنا هنبقى نازلين بالعافيه بس ثابتين من غير فوضى، عشان احنا عايزين التخين في اللي فوق دول ينزل لنا. تعالى يا شوال، يا اللي شغال عندي ومصص دمي، اقعد